إسلاميكو. عسلامة ومرحبا بكم. موضوع فقرة إسلاميكو اليوم هو ثالث ركن من أركان الإسلام، وهو في نفس الوقت من أهم ركائز الاقتصاد الإسلامي. اليوم باش نحكيو على الزكاة، وكالعادة باش نبداو بالتعريف. معنى كلمة الزكاة هو الزيادة والنماء، وهي حق يجب في المال فرض ربي سبحانه على المسلمين، وتكون بإخراج جزء مخصوص من مال بلغ النصاب. النصاب هو المقدار اللي إذا بلغوا المال وجبت فيه الزكاة، ولكل صنف من المال نصابه الخاص به. فنصاب النقود والذهب والفضة وعقود التجارة هو قيمة 84 جرام من الذهب الخالص، ونصاب الزروع 300 نصاع. أما بالنسبة لنصاب الشاة هو 40 رأس، ونصاب البقر 30 رأس، ونصاب الإبل 5 رؤوس. أموال الزكاة هذه مخصصة لجهات معينة تحددت في القرآن الكريم، وتتسمى مصارف الزكاة. برشا ناس تشبه الزكاة بالصدقة، وفما حتى شكون يعتبرهم كيف. هذيك علاش لازمنا نأكدوا أنه الزكاة فريضة واجب علينا كوجوب الصلاة والصيام، وهي حق الفقير في مال الغني. وجوبها ثابت في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة. الزكاة هذه لا تجب إلا إذا توفرت فيها شروط معينة. كان تقول لنا مصعب شنو شروط الزكاة؟ أولاً لازم يكون المزكي يملك المال ملكية تامة وعنده القدرة على التصرف فيه. ثانياً المال هذا لازم يكون نامي أو قابل للنماء، ونقصد بالنماء هنا زيادة المال بالتجارة أو العمل أو التوارد بالنسبة للأنعام. ثالثاً يشترط أن يكون المال خالي من الدين، يعني قبل إخراج الزكاة المزكي لازم يخصم الديون الحالة. رابعاً لازم يبلغ المال الصافي ولا المسمى بوعاء الزكاة النصاب. خامساً لازم زاد يمر على المال الخاضع للزكاة حول قمري كامل، يعني يتعدى عام هجري، ويبدأ الحول هذا من وقت بلوغ المال النصاب، ما عدا في زكاة الزروع اللي تؤدى يوم الحصاد مباشرة. وأخيراً يشترط أن يكون المال مال حلال، فلا زكاة في المال الحرام. هكا نكونوا تعرفنا على شروط وجوب وصحة الزكاة. دورك ياسمين بس تذكر لنا مختلف مصارف الزكاة. مصارف الزكاة 8 أصناف لا غيرها حددها ربي سبحانه. الأربع المصارف الأولى اهتمت بالأشخاص اللي هما فقراء، المساكين، العاملين عليها يعني الناس المتكلفة بجمع واحتساب وتوزيع الزكاة، والمؤلفة قلوبهم، ونقصد بهم هوني اللي اعتنقوا الإسلام حديثا. بقية المصارف فخصصت لفائدة المصالح التالية. أولا في الرقاب، ونقصد هوني الأسرى في الحروب. ثانيا للغارمين، وهم الأشخاص اللي عليهم ديون ومعسرين. ثالثا في سبيل الله، يعني الدفاع على ديار الإسلام وكل ما هو فيه منفعة للمسلمين. وأخيرا لابن السبيل، ونقصد هوني المسافر خارج بلاده. ممكن برشا ناس تتسائل على كيفية احتساب زكاتها وتأكدها من إخراج القدر المناسب للجهة المناسبة. زعما شكون ينجم يضمن المزكي الحاجة هذه مصعب؟ لتحديد القدر المخرج من الزكاة لازم تتم عملية احتساب زكاة، ويقصد بها الإطار الفكري والعلمي اللي يتضمن الأسس المحاسبية والإجراءات التنفيذية اللي تتعلق بالأموال والإيرادات اللي تجب فيها الزكاة، وكذلك قياس مقدارها وتوزيع حصيلتها على مصارفها المختلفة في ضوء أحكام ومبادئ شريعتنا الإسلامية. وتعتمد محاسبة الزكاة أساساً على زوج ركائز، على أحكام زكاة المال وعلى الأسس المحاسبية لاحتساب الزكاة. والمحاسبة هذه تم عن طريق محاسب زكاة متخصص. نتعرفوا معاك ياسمين على مهامه وعلى الصفات اللي لازمها تتوفر فيه. محاسب الزكاة لازم يكون شخص مؤهل علميا وعمليا لعملية حساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها وتقديم التقارير عنها إلى صاحب المال وفق أحكام ومبادئ شريعتنا الإسلامية والأسس المحاسبية المتعارف عليها في مجال الزكاة. يتولى محاسب الزكاة المهام التالية. أولاً حصر الخاضعين للزكاة، وكذلك حصر مستحقي الزكاة، كما يحسب زادة مقدار الزكاة حسب الأحكام الشرعية، ويساعد صاحب المال في توزيع الزكاة على مصارفها. وأخيراً يقوم بتقديم قائمة حساب الزكاة والإقرار الزكوي للمزكي. كنا نوضحوا معك مصعب للمستمعين كيفاش تتم عملية احتساب الزكاة. تتم عملية احتساب الزكاة وفق الخطوات التالية. أولاً يتحدد تاريخ حلول أداء الزكاة، وهو التاريخ اللي تجب وتحسب فيه الزكاة، والتاريخ هذا يختلف حسب طبيعة المال وظروف المزكي. ثانياً يتم تحديد الأموال المختلفة المملوكة للمزكي وتقويمها في نهاية الحول وبيان ما يدخل منها في الزكاة، والأموال هذه يطلق عليها الموجودات الزكوية. في مرحلة ثالثة تتحدد وتتقاس المطلوبات، ونقصد بها الالتزامات وإلا الخصومات اللي لازم تتطرح من الأموال الزكوية وفق مبادئ فقه الزكاة. رابعاً يتحسب وعاء الزكاة اللي نتحصلوا عليه بعد طرح المطلوبات الحالة من أموال الزكاة. وخامساً يتحدد نصاب الزكاة حسب نوع المال، وتم المقارنة بينه وبين الوعاء الزكوي المحدد في المرحلة الرابعة. وإذا وصل الوعاء للنصاب وقتها يجب إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ النصاب المال هذا لا زكاة عليه. وفي آخر مرحلة يتحدد القدر المخرج اللي تختلف نسبته حسب نوعية المال اللي باش تزكى عليه.
2.5% من الوعاء الزكوي بالنسبة لزكاة النقود والصناعة والتجارة والمهن والحرف، وهو ما يقابل ربع العشر. ولازمنا ننبهوا أنه إذا كان الحول بالعام الميلادي فنسبة زكاة المال 2.577%، وفي حالة زكاة الثمار والزروع اللي تتسقى بتكلفة يعني سقوية القدر المخرج 5%، وبالنسبة للثمار اللي تتسقى بماء المطر وما غير حتى تكلفة القدر المخرج هو 10% يعني العشر. كانت هذه إسلامي كول اليوم. في الحصة القادمة نواصلوا في نفس الموضوع، نتلقاو إن شاء الله في نفس الموعد. كان معاكم مصعب رباحي وياسمين بن ضو، في أمان الله.